اللي هتسمعه دلوقتي حضرتك ده انا مش عارف اسميه ايه، ازدواجيه ولا تدليس ولا غل ولا حقد، انا مش عارف. اسمع كده. في نادي بعينه احنا مركزين معاه واخدين بالنا عليه، اصله بيمثل مصر. يا جماعه اللي بيمثل مصر منتخب مصر، مفيش نادي بيمثل مصر. اللي بيمثل مصر حقيقي يعني هو منتخب مصر. كمان رساله عايزه اقولها يا جماعه ارجوكم، ودي رساله للاعلام الرياضي اللي كلهم زملاء وناس افاضل، ممكن بعد اذنكم نظره دعم لنادي الزمالك بيمثل مصر، والله العظيم بيمثل مصر، وهو ممثل مصر الوحيد في القاره دلوقتي. يا جماعه بنتمنى من حضراتكم، انتوا ياما كنتوا بتدعموا انديه في نهائيات وفي بطولات، الزمالك هو ممثلكم الوحيد في هذه المرحله في القاره. يا استاذه نيره بعد اذنك بطلي يعني، خفي شويه بليله بجد، عشان بتكبس البليله، بتكبس فبتخلي الواحد يهرتل. فبالله عليكي كفايه بليله، خفي شويه. وبعدين احنا عايزين نفهم يعني، هو بيمثل مصر ولا ما بيمثلش مصر؟ ومنتخب مصر هو اللي بيمثل مصر بس، ولا الانديه اللي بتمثل مصر، ولا هو للاهلي بيبقى لا وللزمالك بيبقى اه؟ انا نفسي اسال سؤال واحد بس، انتوا بتصدقوا الناس دي ازاي؟ جماهير نادي الزمالك باللي انت شايفه قدام عينيك ده، بالكذب والتدليس اللي انت شايفه ده، بتصدقوا الناس دي ازاي؟ بتصدقوهم ازاي؟ بس انا عايز ارد عليكي، اقول لك حاجه. مصر ما يشرفهاش اللي انتوا تمثلوها. ليه بقى؟ لان دي بطوله ما تشرفش مصر. البطوله اللي تشرف مصر بجد ويتقال عليها ان النادي بيشرف مصر، كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا، هي دي اللي فعلا ممكن نقول عليها بيمثل مصر. غير كده دي بطوله مصر ما يشرفهاش اللي انتوا تشرفوها فيها. ماشي؟ عشان بس ايه، نبقى خلصانين. وخفي بليله شويه، ابعتها له.